وراء كل مصيبة رجل، ده مش رأيي، ده رأي كل اللي سمع القصة دي. مارلا هانسون عرضت أزياء عمرها 24 سنة، كانت جميلة جدا وكان حلمها تبقى أشهر عارضة أزياء في العالم كله، بس ما كانتش تتخيل إن ده يكون مصيرها. حصلت مشكلة بينها وبين صاحب البيت عشان وديعة تأمين صغيرة، فقرر ينتقم منها بشكل غريب جدا. عمل لها كمين وراح هو و2 صحابه يضربوها بشفرة حلاقة في وشها اللي هو أصلا راس مالها. الجروح كانت عميقة جدا لدرجة إنها احتاجت 100 غرزة، وبرضه فضل فيه آثار كتير على وشها. بس الصدمة ما كانتش في الجروح وبس، الصدمة كانت إن هو رفع عليها قضايا كتيرة جدا وحاول إن هو يبوظ سمعتها. لكن العدالة حكمت عليه هو وأصحابه بالسجن وغرامة 70 مليون دولار. متخيل الرقم؟ اصل التعويره في الوش ما فيهاش معلش. وزي ما المجرم ساب علامه وحشه في وشها، هي سابت علامه حلوه في المجتمع وتحولت لناشطه بتدافع عن كل الضعفاء.